السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة ديالي زد مريم. اجيو اليوم نوجدو طنجية مراكشية لذيذة بزاف بزاف، سريعة في التحضير الصراحة. الا ما عندك ما ديري وحلتي وما عندكش الوقت، جربي هاد الطنجية هادي بهاد الطريقة، سوا باللحم سوا بالدجاج البلدي، كتجي خطيرة في المذاق الحقيقي ديال الطنجية. اللي كيشوف القناة لأول مرة يشترك في القناة، واللي معايا في القناة يخلي ليا جيم وتعليق. ونبداو على بركة الله في التقديم ديال الوصفة. شوفوا معايا كيفاش اللحمات كيجيو طايبين وزوينين الصراحة، لذاذ بزاف. عندنا في المكونات هنا خديت 2 كيلو ديال الملج ديال البقري، او اي نوع ديال اللحم بغيتو اي بلاصه، غير هي بالملج كتجي زوينه. واحد الطريقه ديال الزعفران ديال السمن البلدي، ما يكونش حار، حامضه، النص كنحيدو ليه اللب والنص كنخليوه باللب ديالو. الزعفران الحر اللي درتو في الماء ساخن باش يطلق، نص معلقه ديال الخرقوم البلدي وشويه ديال الكمون، ونص معلقه ديال القزبور اليابس والبزار والملحه حتى الاخر، حتى كتذوقوا واش تزيدوها ولا لا، وشويه ديال زيت العود، زيت الزيتون. صافي هنا درت في الكوكوط، درت اللحيمات ديالي. غادي نضيف عليهم هذه ما قلتهاش، الثومه، كويره ديال الثومه اللي كنقيها وكنلوحها صحيحه. هنا درت داك الحامض، درت نص الحامض اللي محيد ليه اللب، والنص الاخر ها هما كما كتشوفوا معايا باللب ديالو. هاد سميتو هاد الحامضه راه ملحات هاد اللحيمات. زدت في الاخر واحد رشيشه صغيره ديال الملح، غير باش دير داك البنه تكون بنينه. الا شتوه مالح بزاف ما تزيدوهاش. صافي هنا غادي ندير شويه ديال الخرقوم كي قلت لكم، نص معلقه صغيره البزار. بالنسبه للزعفران الحر شعره، الا ما عندكمش ديروا ضامه ديال الضويمه ديال الزعفران الحر، ديروها في الماء سخون وخليوها تطلق حتى هي. صافي هنا درت الكمون، درت شويه ديال القزبر اليابس، نسيتو في التصوير، ما درتو من مورا فاش حيدت التصوير. صافي هنا ضفت ديال الكويس ديال الماء فيه الزعفران الشعره، شويه ديال زيت الزيتون. صافي كتخلطوا هاد المكونات كاملها، كديروا هاد اللحيمات كيطيبوا على نار مهيله مهيله بزاف، وكتخليوهم حتى كيطيب وكيتعلك. هذاك الماء اللي كتشوفوا راني ضفت واحد شويه عليه، تقريبا نص كاس اخر، وطيب ليا اللحم. صافي وكتقدموها بالصحه والراحه. جربوها حتى بالدجاج البلدي راه كتجي خطيره. وبسلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.